رفع صحفي استقصائي اشتهر بكشفه لعمليات احتيال في شركة ثيرانوس الناشئة في وادي السيليكون والمتخصصة في اختبارات الدم، دعوى قضائية يوم الاثنين ضد شركات XAI التابعة لإيلون ماسك وأنثروبيك وجوجل وأوبن AI وميتا بلاتفورمز وبيربلكسيتي لاستخدامها كتباً محمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ورفع جون كاريرو الصحفي بصحيفة نيويورك تايم ومؤلف كتاب باد بلاد الدعوى في المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا مع 5 كتاب آخرين متهمين شركات الذكاء الاصطناعي بسرقة كتبهم وإدخالها في النماذج اللغوية الكبيرة التي تشغل روبوتات الدردشة التابعة لهذه الشركات. تعد هذه الدعوى واحدة من عدة قضايا تتعلق بحقوق الطبع والنشر رفعها مؤلفون وغيرهم من أصحاب حقوق الطبع والنشر ضد شركات التكنولوجيا لاستخدامها أعمالهم في تدريب الذكاء الاصطناعي بحسب وكالة رويترز. وتعتبر هذه أول قضية تتعلق بحقوق الطبع والنشر ضد شركة XAI مطورة روبوت الدردشة غوروك. وعلى عكس القضايا المعلقة الأخرى، لا يسعى الكتاب إلى الاتحاد في دعوى جماعية أكبر، وهو نوع من القضايا قالوا إنه يفضل المدعى عليهم من خلال السماح لهم بالتفاوض على تسوية واحدة مع العديد من المدعين. وجاء في الدعوى: لا ينبغي أن تتمكن شركات النماذج اللغوية الكبيرة من إخماد الآلاف والآلاف من طلبات التعويض عالية القيمة بسهولة وبتكاليف زهيدة. وكانت شركة أنثروبيك قد توصلت إلى أول تسوية كبيرة في نزاع حول حقوق الطبع والنشر لتدريب الذكاء الاصطناعي في أغسطس، حيث وافقت على دفع 1.5 مليار دولار لمجموعة من المؤلفين الذين زعموا أن الشركة قرصنت ملايين الكتب. وذكرت الدعوى الجديدة أن أعضاء المجموعة في تلك القضية سيحصلون على جزء ضئيل 2% فقط من الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون حقوق الطبع والنشر، وهو 150 ألف دولار عن كل عمل منتهك. رفع صحفي استقصائي اشتهر بكشفه لعمليات احتيال في شركة ثيرانوس الناشئة في وادي السيليكون والمتخصصة في اختبارات الدم، دعوى قضائية يوم الاثنين ضد شركات XAI التابعة لإيلون ماسك وأنثروبيك وجوجل وأوبن AI وميتا بلاتفورمز وبيربلكسيتي لاستخدامها كتباً محمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ورفع جون كاريرو الصحفي بصحيفة نيويورك تايم ومؤلف كتاب باد بلاد الدعوى في المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا مع 5 كتاب آخرين متهمين شركات الذكاء الاصطناعي بسرقة كتبهم وإدخالها في النماذج اللغوية الكبيرة التي تشغل روبوتات الدردشة التابعة لهذه الشركات. تعد هذه الدعوى واحدة من عدة قضايا تتعلق بحقوق الطبع والنشر رفعها مؤلفون وغيرهم من أصحاب حقوق الطبع والنشر ضد شركات التكنولوجيا لاستخدامها أعمالهم في تدريب الذكاء الاصطناعي بحسب وكالة رويترز. وتعتبر هذه أول قضية تتعلق بحقوق الطبع والنشر ضد شركة XAI مطورة روبوت الدردشة غوروك. وعلى عكس القضايا المعلقة الأخرى، لا يسعى الكتاب إلى الاتحاد في دعوى جماعية أكبر، وهو نوع من القضايا قالوا إنه يفضل المدعى عليهم من خلال السماح لهم بالتفاوض على تسوية واحدة مع العديد من المدعين. وجاء في الدعوى: لا ينبغي أن تتمكن شركات النماذج اللغوية الكبيرة من إخماد الآلاف والآلاف من طلبات التعويض عالية القيمة بسهولة وبتكاليف زهيدة. وكانت شركة أنثروبيك قد توصلت إلى أول تسوية كبيرة في نزاع حول حقوق الطبع والنشر لتدريب الذكاء الاصطناعي في أغسطس، حيث وافقت على دفع 1.5 مليار دولار
لمجموعة من المؤلفين الذين زعموا أن الشركة قرصنت ملايين الكتب. وذكرت الدعوى الجديدة أن أعضاء المجموعة في تلك القضية سيحصلون على جزء ضئيل 2% فقط من الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون حقوق الطبع والنشر، وهو $150,000 عن كل عمل منتهك.